السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السردين البلدي نزل يا جماعه، يلا الحقوا هاتوه واعملوا احلى صينيه في الدنيا ممكن تتعمل. بصل وفلفل وطماطم وكزبره خضراء وجزر ومعلقتين دقه من الخطيره بتاعتنا وعصير ليمون، وقلبي قلبي قلبي. وطبعا حطي شويه زيت تحت في البتاع، واقسمي بقى الخلطه دي على نصين، ورصي بقى السردين بتاعك في الصينيه. قبل ما نبدا يا جماعه صلوا على الرسول، قلبك صلي على الحبيب قلبك يطيب. وزي ما انتوا شايفين حطيت شوية تحت وشوية فوق، وبعد كده رصيت شوية طماطم وحطيت شوية دقة وعصرت ليمونة تانية. عايزة اقول لكم كتر الليمون في الصينية بيخليها في حتة تانية. وحطيت شوية جزر وغطيتها بورق فويل ودخلتها الفرن على درجة حرارة 250، ولعت لها من تحت. بس بقى هنجيب اي صينية عندنا ونجيب طبق نحط فيه ملح وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا وشطة وتوم باودر وبصل باودر وملح، ونقلب كل ده وشعرة فلفل اسمر بسيطة. ونجيب الصينية بتاعتنا نحط فيها شوية زيت، ونحط شوية من الخلطة اللي احنا عملناها دي، ونرص السردين بتاعنا، ونحط شوية كمان من فوق من الخلطة اللي عملناها وشوية زيت تاني من فوق، وندخلها الفرن في نفس درجة الحرارة اللي دخلنا بيها السردين التاني. ولما نتأكد ان الصينيتين استووا خلاص من تحت وبقوا 10 على 10، هنطفي من تحت بقى ونولع الشواية ويطلع بالجمال والحلاوة ده. عايزة اقول لكم ان انا اول مرة احمر السردين كده في الفرن وطلع خطير، احلى ما تحمريه في الزيت بكتير، عمره ما هيتهري منك. وجربوا الطريقة دي بجد ناجحة مليون في المية. وطريقة السردين الصينية دي خطير خطير، لو جربتيها مش هتبطلي ابدا تعمليها. الاوميجا 3 يا جماعة ورخيص مش غالي، جربوه وان شاء الله باذن الله يعجبكم. عايزة اوريكم التاني اتحمر يا جماعة في غير زيت كتير. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعموا